السلام عليكم. اليوم الخوت من بعد ما سافر غادي نوريكم الطيور ديالي، الكونسوماو ديال الزوان، الكونسوماو ديال الماء، وغادي نوريكم شنو الطرق اللي استعملت باش انني نسافر مرتاح. تخيلوا معايا ما فكرتش فيهم ولا نهار واحد، بقيت مشغول بهم ولا بقاو في بالي، رجعت هاني مخير. اجي تشوف معايا. وها هما الخوت طويرات اللهم بارك، ها باولو، وها الطويرات الاخرين تبارك الله ما شاء الرحمن. فالخوت انا غادي نوريكم واحد الفيديو كنت صورته قبل فاش عمرت لهم الوكالات وعمرت لهم كل شيء باش تشوفوا الفرق ما بين الاول وما بين دابا. وكيف ما شفتوا بالنسبه للخوت هذا باولو الوكاله الاقتصاديه ديالو عمرتها حتى للفوق، دابا دازت المده ديال 10 ايام بالضبط، المده ديال 10 ايام. شوفوا الوكاله الاقتصاديه كانت عامره من هنا حتى لهنا، هذه المده ديال 10 ايام. شوف يعني هادشي انا ماشي اشهار ولا شي حاجه، انا فقط كنبغي نوصل الناس اللي كتبغي تسافر وكتبقى ديما خايفه ومستريسيه وكذا، يعني اللي كنوصل لكم انكم توكلوا على الله، وراه اي حاجه عندها حلول، فقط يجب التوكل على الله. بالنسبه للخوت لهاد الوكاله الاقتصاديه كنصحك انك ما ديرش ليها داك اللعيبه اللي كتجمع فيها الزبل، اللي هي هذه، الناس اللي ما عارفينهاش هي هذه، ها هذه ما ديرهاش. لكن انت باغي تسافر علاش؟ هذه الخوت كتجمع القشور، الطائر ملي كياكل كتجمع ليه القشور لتحت وكيبقى الزوان باش ما يبقاش يتراكم داك القشور والزوان وما الطائر ما يعرفش ياكل. هذه هي الوظيفه ديالها. و كتضم واحد الحجم كبير ديال الزوان باش الطائر كيبقى يكونسومي لواحد المده اللي هي كبيره. هذه مزيانه. اوكي كما قلت لكم الخوت، شوفوا المده ديال 10 ايام من هنا لهنا، ها انت. وهذه ما استعملتش ليها ديك اللعيبه اللي كتجمع الزبل باش ما تحبسش، لانني سافرت لواحد المده باش ما تحبسش. هذه نصيحه. بالنسبه لهذه الوكاله الاقتصاديه الثانيه اللي وضعتها كاحتياط، فهمتي، كاحتياط الا انت كنتي باغي تسافر على السيمانه نصحك غير وكاله اقتصاديه وحده راه كافيه. شوفوا هذه، ها هي والله العظيم الخوت ما قيستها ما والو، ما حيدتش منها شي زبل ما والو. ها شوف هذه ما قيسهاش كاع، شوف شحال قيس فيها، شويه. شوف هاد شويه اللي قيس صافي، يعني باش تعرفوا. ها انت المده ديال 10 ايام بالضبط، المده ديال 10 ايام. شوفوا شحال هاد شويه اللي استغرق. بالنسبه للكونسوماسيون ديال الماء وضعت ليهم 4 ديال الشرابات، الشرابه الاولى اللي هي الثانيه الثالثه، وهذه كبيره عليهم، هذه الحجم ديالها كبير عليهم. شوفوا قداش الحجم ديالها، هذه مزيانه. بالنسبه لهادو هاي المده ديال 10 ايام. الشرابات راه ما كيعمروش الفوق، راكم نتوما عارفين المساله. شوفوا شحال، ها انتم كاينين الشرابات اللي ما قيسوش بحال هذيك هي اللي شرب منها، راه يكتب لكم. هذه كنظن هذه وقيلا شي اللي شرب منها. وشوف شحال باقي ديال الخير، ها انت المده ديال 10 ايام شحال باقي ديال الخير. هذه راه تشد لي 10 ايام اخرى ولا اكثر، فهمتي. وها هو القفيز، ووضعت ليه واحد الحاجه احتياطيه، هي وضعت ليه واحد شويه ديال الزوان في هاد الطاسه ديال الطين. هادشي علاش سميتو الخوت، باش حتى لنفرض في حاله ما طرا شي مشكل في شي وكاله ولا طرا شي حاجه كيبقى دائما الاحتياط. وغادي نوصل لكم النقطه ديال علاش وضعت لهم هادي، غنوصل لكم النقطه. شوفوا اللهم بارك ما شاء الرحمن تبارك الرحمن. يعني الناس اللي باغا تسافر فقط عندك قفز، عندك طويرات، دير لهم جوج وكاله اقتصاديه باش تمشي مهني، يعني ما كاين لا خوف لا والو. جوج وكاله اقتصاديه، عمر لهم الشرابات، وضع شي طاسه، سير مهني اخويا، سير مهني. بالنسبه للقفيز كبير، شوفوا تبارك الله شحال فيه. انا غادي نوريكم وتشوفوا. شوفوا تبارك الله، ها الطائر الاول ما شاء الله، ها الطيور ها هما، شوفوا تبارك الله ما شاء الرحمن. يعني الناس اللي عندهم طيور كثير اللهم بارك ما شاء الرحمن. شوفوا شحال، ها نتوما هادشي كامل انا نوريكم شنو درت ليه، وسيروا معايا ايطاب. نبداو بعدا بالشرابات. وضعت لهم هاد الشرابات الكبار، ها هما دات الحجم كبير. هادو الخوت ما عرفتش بالضبط شحال كنت شريتهم، يمكن شي 20 درهم ولا 15 درهم. شوفوا شحال، شوفوا الحجم ديالهم قداش هو، ها نتوما شوفوا. وضعت لهم 3 فقط، ما زدت شرابات صغار، ما زدت والو. المده ديال 10 ايام، والفراخ كثير تبارك الله وكيكونوا ناشطين، يعني كيتحركوا بزاف، وقفز كبير. شوفوا شحال تبارك الله. هذه المده ديال 10 ايام، راه كيما قلت لكم الشرابات ما كيعمروش الفوق. ها شحال كونسوماو، ها نتوما شحال كونسوماو، ها شحال كونسوماو، وباقي يعني تزيد لهم واحد 10 ايام اخرى ما شاء الله. بالنسبه للماكله، شنو درت لهم؟ فقط
ما كثرتش ما والو. 3 ديال الوكالات اقتصاديه، 3 ديال الوكالات اقتصاديه فقط، وضعت لهم هذه الخنشه. انا نوريكم الفائده ديال الخنشه. كما قلت لكم الوكالات الاقتصاديه كنتي باغي تسافر ما ديرش ليهم دوك اللعيبه اللي كتجمع الزوان. هذاك الشيء علاش درت هذه الخنشه. هذه الخنشه شنو الوظيفه ديالها؟ شديتها بلاستيك من هنا غادا حتى لهنا، وهنا الخوت شوفوا شنو الفائده ديالها. هذاك الزبل اللي كيطيح من الوكاله الاقتصاديه باش ما يبقاش يتحبس كيطيح في هذه الخنشه، وراه كامله عامره. ها هي، ها نتوما لو وريتكم من هنا راه كامله عامره، ها هي كامله عامره بالزوان. شو هذه الفائده ديالها باش انت تسافر وترجع تلقى الدار نقيه. دابا غادي نشوفوا شحال كونسوماو. يا بسم الله، ها نتوما المده ديال 10 ايام. والله الخوت ما قيست لهم لا زدت لهم لا زوال لا والو. ها نتوما الوكاله الاقتصاديه الاولى شوفوا شحال، ها هي اللي تسهلكات بزاف. شوفوا الوكاله الاقتصاديه الثانيه باقي فيها النص، ها هي الوكاله الاقتصاديه الثالثه شوفوا شحال كانوا منا غير شويه، ها غير شويه. شوفوا شحال باقي. هاد الوكالات الاقتصاديه باقي مازال يشدوا حتى لفوق 15 يوم. ها انتم شوفوا تبارك الله. والحاجه الثانيه الاضافيه اللي درتها، يعني في حاله ما حنا دائما نديروا في حاله ما طرا شي مشكل ولا شي حاجه، شنو دير؟ هذه نصيحه مني، هي انك دير لهم هذه المساله. هاي شوف 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 شوف, شوف. بسم الله، الا بانت لكم بلاتي هاي هذه الخوت. دائما كنصحكم في اي فيديو عندي كنقول لكم وضعوا شي طاسه ديروا فيها الزوان. علاش؟ ياك شفتوهم كانوا الخوت من الوكاله الاقتصاديه ياكم طاسه ما قيسوهاش ابدا. طاسه كيقيسوا الفراغ في حاله واحده، الا تقاد لهم الزوان من هادو ولا تحبسات الوكالات ولا شي حاجه طرات شي مشكل كيمشيو لها. اما هكاك ما كيقيسوهاش ابدا. وباش تاكدوا انا غادي نجبدها ونوريكم. وها هي الخوت دابا جبدتها وشوف شوف 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 معايا. شوف شوف وريني. والله الخوت ما قيسها ما والو. ها نتوما ولا قشره كاينه، غير فقط داك البزاق اللي كان كيطيح حاشاكم من الفوق صافي. وريني ولا قشره. هادشي الخوت كون على اكيد عمر شي واحد اليوتيوب يعطي لك. دوك صحاب جوجل وصحاب كذا راه ما عمرهم غيعطيو لك. هادشي كيجي من تجارب وصافي. كتعرف كيفاش تولي تخدم مع الفراغ. كتوضع لهم وكاله اقتصاديه وكتوضع هذه ضروري ولا بد. علاش؟ باش الا طرات شي مشكل ولا شي حاجه ولا الزوان تقاده ولا انت باغي تسافر شهر كتجي كتلقاه مزيان. والناس اللي غادي يقول لك والماء خصو يتبدل وكذا، صديقي الا كنتي انت راه هذه كيما كنقولوا راه كطرا غير مره في العام. الانسان كيمشي يسافر واحد الشهر وكيرجع، يعني راه ما فيها باس. من ترجع عطي الفراخ نفرض دخل التفاح باش يصفي لهم الجسم ديالهم وكذا وبزاف ديال الامور. ما عجبك الشيء اللي قلت ما سوقيش في حتى واحد الخوت. فقط كنوصل الناس اللي كتحبنا وباغا حتى هي ان شاء الله تسافر وما عندها حتى حلول. ها شنو غدير؟ اما الا كنتي باغي تبقى تفلسف وباغي تبقى دير فهذاك دبر راسك. واكثر ديال هاد الناس اللي كيبقاو يقولوا هكا ما تلقى عنده حتى فرق ولا كتلقى عنده عرق. فاز واحد كيخلي عند شي واحد في عائلتهم وكيبقى جاي داوي انت عندك في لي كومونتير. فهذه طريقه ممتازه الخوت باش انك تقدم باش انك تسافر مرتاح ومهني على الطويره ديالك. وحنا دابا جينا والباقي كلشي مزيان كلشي نقي اللهم لك الحمد. فحاجه وحده اللي نقدر نقولها لكم كشيء اخير خوت، كشيء مهم وركزوا عليه مزيان، هي بحال داك القفز الكبير اللي شفتوه لا لاحظتوا ما دايرش فيه حتى العاب. هذه حاجه مهمه. الالعاب الخوت الا كنتي باغي تسافر من الاحسن تحيدهم بشكل نهائي. علاش؟ يقدروا يكونوا شي فراخ عندهم بيض بحال واحد الانثى كانت تما في داك القفز عندها بيض، فاي حاجه فيها الارجوحات ولا كذا من الاحسن تحيدوها. من الاحسن تحيدوها. علاش؟ لان تقدر تدور لها البيض الله يحفظ وتقدر تفقد الحياه ديالها. فمن الاحسن الخوت يعني تبعد على الارجوحات. الا كنتي مسافر بعد الارجوحات اي حاجه فيها اللعب اي حاجه تقدر تادي الفراخ انهم يتشد لهم رجليهم ولا تقدر تادي الفراخ من الاحسن تحيدها وسي صافي سافر مهني. راه الطرق اللي استعملت دابا راه كنسافر بهم المده ديال 2 اسابيع، المده ديال هادشي دابا هذه تجربه ديال مده 10 ايام وراه كنت كنسافر اكثر. فهذه طريقه مزيانه. والناس اللي كتسافر اكثر من هذه المده فتقدر تمشي عند اي بائع ديال الطيور تخلصو تعطي واحد القدر من المال وراه كيشد لك الفريخات ديالك حتى وكان ترجع. الله يسهل على الجميع وتحياتي لكم وتبارك الله عليكم. واخر حاجه في هذا الفيديو، الناس اللي غتسول على الاثمنه، الناس اللي غتقول بشحال شريتي اخويا، فاول حاجه نقدر نقول لك اخويا العزيز وهي ان هذا الشيء راه ما جاش بالساهل. راني انا بحالي بحالكم من طبقه متوسطه. هذا الشيء بقيت كنجمع ليه
يعني كل مره كنشري وكاله اقتصاديه، كل مره كنشري حاجه، كل مره كنتقاتل باش نشري حاجه. الوكالات الاقتصاديه خوش كنشريهم ب 50 درهم، 50 درهم. بالنسبه للشرابات 20 درهم، وشحال من حاجه تما. وهادشي راه ما كيجيش بالساهل، وهادشي ما كيجيش دقه واحده. راه كل مره كنت كنشري وحده بحال قلتي واحد المده ديال 2 اسابيع ولا المده ديال شهر يلاه كنشري وحده، فهمتي؟ حتى وصلنا الحمد لله لهادشي، والله يسهل على الجميع. تبارك الله عليكم وتحياتي لكم. وراه فقط الدراسه هي اللي كتبعدنا عليكم، ولكن راه عندنا افكار وعندنا بزاف ديال الحوايج اللي ما يقدروش بعض الناس يوريوها لكم. وتحياتي لكم، تبارك الله عليكم.